محدش فينا ملعبش جيمز قبل كده. الجيمز من الحاجات اللي كل البشر بتجتمع على حبها، ومش شرط الجيمز اللي بكلمك عنها تكون على الموبايل. الجيمز كتيره جدا، من اول الشطرنج زمان مرورا بالعاب الورق زي الكوتشينه، وبعدين الاتاري اللي بقت حاليا بلاي ستيشن، وصولا لالعاب الكمبيوتر والموبايل. وخلينا دلوقتي نركز على اللعب اللي تم تطويرها بسبب التكنولوجيا. لو انت مالكش في اللعبه اليدويه زي الشطرنج والدومينو او الدومينه بلغه القهوه يعني، فاكيد انت ليك في العاب الفيديو. اصل محدش عموما ما بيحبش يفضي دماغه شويه باللعب. المهم يعني ان لو انت بتلعب فيديو جيمز فمستحيل تكون ما انبهرتش بالجوده اللي متقدمه بيها اللعبه. اكيد خدت بالك من كميه التفاصيل اللي موجوده في اللعبه اللي مخلياك حاسس انك انت عايش معاها. تفاصيل زي رسم الشخصيات والتحريك والسلاسه في حركه اي حاجه جوه اللعبه، رسم المشاهد اللي جوه اللعبه والاضاءه وجوده الالوان. غير بقى ان فكره اللعبه نفسها اكيد ابهرتك والا ما كنتش حبيتها، وبالتالي تلعبها حتى لو كانت اللعبه ما فيهاش شخصيات كتير او فكرتها بسيطه جدا زي العاب البازل مثلا بمختلف انواعها. بس عمرك سالت نفسك ازاي اللعب دي بتتعمل؟ عمرك ما فكرت كده وانت ماسك الجويستيك بايدك ان ازاي بشويه دوسه زراير وتحريكات لحته الجويستيك اللاعب اللي قدامك بيتحرك بالكوره وبيشوطها وبيجري من اللعيبه اللي جنبه وبيجيب جول، وتحس انه بيتحرك وبيشوط والكوره بتتحرك وتطير بقوانين فيزيائيه وميكانيكيه صحيحه جدا جدا. لو لعبه سباق عربيات مثلا، ازاي العربيه بتتسارع كده وتاخد المنعطفات صح وتتقلب كمان منك لو انت انعطفت بشكل غلط؟ ازاي كل ده بيتم قدامك كانك بتتفرج على عربيه حقيقيه بتمشي قدامك في الشارع؟ فايه رايك لو انت من محبي العاب الفيديو نتعلم تعمل لك واحده ويبقى ليك كده لعبه تحمل اسمك وتوقيعك؟ ايه رايك لو خدتك للعالم اللي بيتم فيه صناعه العاب الفيديو وقلت لك ازاي اللعبه بيتم تصنيعها لغايه ما توصل لك انت كمستخدم، ومين المسؤول عن صناعه اللعب دي، وايه هي مسمياتهم الوظيفيه، وايه هي المهارات المطلوبه عشان تبقى واحد منهم باذن الله في المستقبل؟ فتعالى سوا نتعرف على اللي ورا كواليس تصنيع العاب الفيديو وهو الجيم ديفلوبر. فانا ده حسن، اول مره تشوفني وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. خلينا الاول كعادتنا نختار اللعبه اللي هنشرح عليها ونفكك اللعبه حته حته ونحللها عشان نفهم ازاي اللعبه بتتعمل، وازاي انت لو حابب تبقى مصمم العاب تقدر تخرج بلعبه نحبها كلنا. فخلينا المره دي نجيب لعبه ما يتمتش خالص مهما عدى عليها سنين وكلنا بنحب نلعبها، سواء بنات او ولاد كبار وصغيرين، كلنا بنحب لعب العربيات صح؟ خلينا بقى نحل لعبه زي نيد فور سبيد. لو انا وانت حبينا نصمم لعبه زي دي هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، اول خطوه خالص في تصميم اي لعبه هي خطوه الكونسبت او خطوه ما قبل الانتاج. الخطوه دي بتتضمن انك انت لازم تحط فكره اللعبه او قصه اللعبه وتحدد الجمهور المناسب للعبه دي ونوع اللعبه اللي انت هتصممها. بالنسبه بقى للفكره او القصه، مش انت في بعض الاحيان لما تيجي تفتح لعبه معينه بتلاقي واحد بدا يحكي لك قصه العالم اللي انت كلاعب جواه والمفروض تعمل ايه عشان تنقذ حد جوه مثلا؟ في حاله نيد فور سبيد الفكره بسيطه جدا، سباق عربيات وانت المفروض تكسبه. طيب نوع اللعبه؟ في حاله نيد فور سبيد فاللعبه رياضيه، وبالنسبه للجمهور المستهدف فهي لعبه مناسبه للكل تقريبا والاولاد بالاخص. طيب حددنا كل ده وبعدين المفروض اننا نتخيل نفسنا جوه اللعبه. دلوقتي اللعبه دي عباره عن عالم افتراضي احنا جواه صح؟ العالم ده فيه شخصيات، فيه اجواء بيئيه موجوده حوالينا، طبيعي جدا يكون جوه اللعبه خصم لازم نهزمه عشان نكسب. في حاله نيد فور سبيد فاحنا ممكن يكون عندنا شخصيات وممكن لا، يعني ساعات انت بتختار بس نوع وشكل العربيه اللي انت هتسوقها، واحيانا بيكون جايب لك شخصيات بالفعل، سائقين سيارات مثلا، وكل لاعب من دول ليه العربيه الخاصه بيه، واحيانا ميكس كده ما بين الحاله الاولانيه والثانيه، يعني بتختار اللي هيسوق وبتختار العربيه. وكمان انت لما صممت كذا نوع عربيه فانت حطيت لكل عربيه خاصيه معينه. هنفترض ان احنا عندنا عربيتين A و B. عربيه A بتتسارع في ثانيتين بس ولكنها مش متزنه كفايه في المنعطفات، عكس عربيه بي اللي بتاخد وقت شويه في التسارع لكن ليها مميزات في السيستم الخاص بالفرامل بيخليها متزنه اكتر في المنعطفات. وبالنسبه لشكل العالم نفسه فالمفروض اننا يكون عندنا تصور لتراك السباق، هل هيكون وسط اشجار، في صحراء، المكان مثلا هيكون فيه تضاريس كتير بحيث نعلي ليفل الصعوبه شويه. بالحديث بقى عن الليفلز فالمفروض نحدد ازاي اللاعب هيكسب او هيطلع الليفل اعلى بناء على ايه. لو احنا عاوزين نعمل لعبه عربيات فممكن نخلي اللاعب في الاول يخوض سباقات سهله في تراكات سباق بسيطه، وبعدين واحده واحده نعلى بالليفل لغايه ما نخلي التراك رخم جدا ومليان منعطفات وصعب يكسب الليفل. ويا اما تحط نهايه اللعبه دي وتخليه يخلص كل الليفلز اللي معاه، يا اما تخلي الليفلز عددها لا نهائي، بس ده صعب شويه في لعب العربيات. بالنسبه بقى للخصم اللي جوه اللعبه فاحنا قدامنا عربيات كتير قوي المفروض نسبقها، فاحنا عندنا كده كذا خصم. اللي انا وانت قعدنا نفكر فيه مع بعض ده ممكن ياخد مننا وقت لكن تحديده مهم جدا. ليه بقى؟ لان اللعبه اللي احنا بنعملها او اي لعبه عموما هي عباره عن عالم افتراضي من خيالنا. العالم ده ليه ابعاد وليه شخصيات عايشه فيه وليه قصه بسببها احنا جوه العالم ده اصلا، فضروري نرسم العالم ده في ذهننا الاول ونحدد الفكره، عشان اكيد مش هنفتح البرنامج اللي هنشتغل عليه ونشوف الكلام على ايه. احنا بنرسم خطه الاول وهدف وقصه وبناء عليه بندخل على الخطوه اللي بعد كده وهي خطوه انتاج اللعبه. دلوقتي عشان نبدا ننتج اللعبه نفسها فالانتاج ده هينقسم قسمين، قسم تصميم وقسم برمجه. مصمم الالعاب يا اما بيبرمج بس ويسيب التصميم للفريق الخاص بالجرافيك، يا اما هو نفسه بيكون عارف يصمم وعارف يبرمج، تنين مجنح يعني.
وعشان نفهم ازاي القسمين بيندمجوا مع بعض ويقدروا يخرجوا اللعبه، ضروري نتكلم عن البرنامج اللي بيستخدموه علشان يقدروا يخرجوا اللعبه. في برامج مخصصه لانتاج الالعاب بيسموها جيم انجنز زي يونيتي وانريل. البرامج دي بقى بتشتغل ازاي؟ خلينا نتخيل اننا بنصمم لعبه نيد فور سبيد. دلوقتي البرنامج ده انت ممكن تصمم عليه العالم الافتراضي بتاع اللعبه. يعني لو هنفترض مثلا اننا جوه تراك جبلي، فهنصمم الجبال والاشجار والتراك نفسه بمنعطفاته، وهنلون وهنعمل اضاءه وغيره. وعلى فكره انت تقدر تصمم الكلام ده كله على برامج جرافيك زي فوتوشوب او مايا او 3 دي بلندر. حط الفايلات دي جوه البرنامج وهو هيقراها. فلنفترض انك خلاص خلصت تصميم التراك وصممت العربيه، ده ينقلنا لجزء التحريك، ودي بقى مهمه الكود. الكود يا جماعه هو اللي بيخلي كل حاجه جوه اللعبه حيويه، وهو اللي بيخليك لما تدوس على الجويستيك اللي في ايدك كل حاجه تتحرك قدامك. باختصار شديد جدا، المبرمج بيقول للبرنامج انا عاوز لما المستخدم يدوس على الزرار الفلاني العربيه تطلع لقدام، ولما يدوس على بريكس العربيه تقف. ومش بس كده، ده كمان بيحط القوانين الفيزيائيه والميكانيكيه في اعتباره وهو بيصمم لك اللعبه. وده ينقلنا لميزه الجيم انجن واللي عشانها احنا بنستخدمه اصلا. الجيم انجن يا جماعه مش مجرد برنامج محاكاه عادي، ده جواه خصائص فيزيائيه وميكانيكيه زي السرعه والتسارع والتصادم، والمصمم والمبرمج بيستخدموا الخصائص دي في انهم يحاكوا الواقع في التصميم. مثلا في نيد فور سبيد عشان تكسب السباق انت محتاج تسوق بسرعه، صح؟ انت كل اللي بتعمله على الجويستيك انك انت بتفضل دايس على الزرار والعربيه بتتسارع، صح؟ لكن في ورا الكواليس كود هو اللي بيخلي العربيه دي تتسارع. باختصار المصمم استخدم خاصيه السرعه الموجوده على الجيم انجن، وبعدين راح كتب الكود اللي بيخليك طول ما انت دايس السرعه تزيد، وبرده كتب الكود اللي بيخليك لما تدوس بريكس العربيه سرعتها تقل لغايه ما تقف، ولو العربيه اتخبطت هتتشوه. ونفس الكلام في المنعطفات، ولو السرعه زادت العربيه هتتقلب، وهكذا. كل ده وراه قوانين فيزيائيه وميكانيكيه استخدمها المصممين عشان ينتجوا اللعبه. الجيم انجنز هي نماذج محاكاه بتحاكي الواقع عن طريق خصائص او خلينا نقول لايبراريز جوه البرنامج بيستخدمها المصممين المبرمجين عشان يخرجوا لك لعبه اشبه بالواقع بتاعك، كانك سايق عربيه حقيقيه بالظبط. وعشان نضيف كمان لمسات واقعيه اكتر، فهنضيف كمان اصوات المحرك الخاص بالعربيه وصوت العربيه وهي بتسابق والاحتكاك والانعطاف والتصادم. البرنامج بيسمح لك تضيف ملفات الصوت دي وانت بتصمم، وبرده المبرمج بيقول امتى مثلا صوت المحرك يطلع وامتى لا. فاضل بقى حاجه مهمه احنا ما قلناش عليها، وهي تصميم واجهه اللعب. يعني القائمه مثلا انت بتختار منها انت هتلعب في انهي تراك، هتختار انهي عربيه، هتختار انهي شخصيه، وهكذا. الجزئيه دي شبه اللي كلمتك عنها في الحلقتين بتوع الفرونت اند والباك اند. واحد بيصمم الواجهه اللي هي قائمه او المنيو، وواحد بيقول كل حاجه داخل الواجهه دي هتتربط بانهي حته في اللعبه. لو دوست مثلا تشوز كار فهيطلع لي العربيات اللي اختار منها، وهكذا. طب يا ندى ايه هي المهارات اللي تؤهلني ده؟ هكتب الكود بانهي لغه؟ هقول لك ان الجيم انجن بيدعم كذا لغه، سي شارب وسي بلس بلس وفي كمان جافا. وضروري تتعلم برضو ازاي تستخدم الجيم انجن حتى لو في الكود بس. البرامج الخاصه باليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس اللي كلمتك عنها في حلقه الفرونت اند والباك اند تقدر تروح تشوفهم واسيب لك اللينك بتاعهم في صندوق الوصف. وطبعا ما ننساش شويه مهارات زي الستوري تيلينج الخاصه بالالعاب ومهارات التحليل المنطقي. واكيد طبعا لازم تكون شاطر جدا في الفيزياء والرياضه عشان ضروري تحط القوانين بتاعتهم في اعتبارك اثناء التصميم. وحابه اقول لك انك مش لازم تكون عارف التصميم وكود، ممكن تبقى عارف كود بس وتسيب مهمه التصميم دي للجرافيك، وتتعاونوا مع بعض في انكم تخرجوا لعبه جميله باذن الله تحمل اسمكم وتوقيعكم. وعاوزه انبه لنقطه معينه، حاول تعمل لعبه تحاكي اخلاقنا احنا. معظم الالعاب دلوقتي بقى فيها حاجات العالم الغربي دخلها علينا، حتى لو اللي قدامك مجرد رسم، فصدقني استهلاك المشاهد اللي من النوع ده حتى للرسومات غلط جدا. راعي مبادئك انت في الحاجه اللي انت هتصممها، واهم حاجه ما تخليش اللعب يخليك تنشغل عن حاجات مهمه في حياتك. دي يا سيدي كانت نهايه رحله تصميم الالعاب من اول الفكره لغايه الانتاج. احنا طبعا ما اتكلمناش عن التسويق للعبه لان كان وقت الحلقه هيطول جدا، لكن سريعا اللعبه عشان توصل لك في فريق تسويق ومبيعات للعبه شغالين عشان يحبوك في اللعبه ويخلوك تشتريها، ودورهم طبعا مهم جدا. عموما لو وصلت لاخر حلقه قول لي ايه اكتر لعبه بتحبها في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. الحاجات دي بتساعد المحتوى ينتشر اكتر، ولو في حد من صحابك محتار في الكليات او المجالات المنوعه هنبسط جدا انك انت ترشح له القناه. واشوفك باذن الله في حلقات جديده. السلام عليكم.